هذا هو ريتشارد جيس. من شبابه بدأ يعاني من مشاكل نفسية حادة، وكان مقتنع أنه دمه يتبخر وأنه أعضاء جسمه تتحرك من مكانها، وكان يظن أنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ نفسه هي بشرب دماء الحيوانات. وبالفعل بدأ بذبح الأرانب والطيور ويشرب من دمهم ويحتفظ بجماجمها، ومع الوقت ازدادت حالته سوءا. وفي يناير 1978 انفجر غضبه وارتكب أول جريمة قتل. دخل بيت امرأة وقاتلها بطريقة سريعة، ثم خرج وكأنه شيئا لم يكن. ولكن بعد أيام فقط دخل منزل آخر وقتل عائلة كاملة ومنهم طفل رضيع، والسبب كان يظن أن دماء البشر ستعالجه من مرضه الخيالي. الشرطة سمته مصاص دماء ساكرامنتو، والناس عاشوا في رعب طوال الشهر لأن القاتل كان يختار ضحايا عشوائيا وبلا أي دافع منطقي. ولكن الخطأ اللي ارتكبه هو أنه ترك بصمة واضحة في أحد مسارح الجريمة، وفعلا ألقت الشرطة وقبضت عليه، ووجدت داخل بيته مشاهد صادمة، ثلاجة فيها بقايا ودفتر فيه رسومات مريبة. وفي المحكمة حاول المحامون يثبتون أنه مجنون بالكامل، ولكن لجنة المحكمة حكمت عليه بالإعدام، وسجن في زنزانة انفرادية حتى مات في 1980.